يا مساء الفل عليكم. انا ساره ودي حلقه جديده من بودكاست محدش قال لنا كده. لو انتي ام جديده او حتى ام قديمه وما زالت السخافات تنهال عليكي من كل حته، فتعالي يلا اسمعي الحلقه دي وهتتبسطي قوي قوي. حلقتنا النهارده اسمها نيو مامي، واول خرافه معانا بتبتدي من يوم الولاده، عشان انا حابه اوصلك القرف من اوله يا عزيزتي وما تتفاجئيش. هتلاقي واحده رخمه قوي بتسالك اسئله عامله زي وشها كده، تفضل تقولك بقى هو الواد ده مش شبهكوا ليه، هو طالع وحش لمين، وايه الاسم ده، وكان لازمتها ايه المستشفى والمصاريف، وايه السيزاريان ده، انتي واخده بنج ليه، هو انتي خلع ضرسك، وايه ده انتي هتلبسيه بامبرز، والكوافيل اثرت معاكي في ايه. وتفضل بقى تهري طول ما هي قاعده، وتفضل تقول لهم هاتولها لبن صناعي اصل لبنها خفيف، ومش قادره تقف ليه، ده انا ولدت من هنا وقمت حضرت لهم الغدا من هنا، وحاجه تخليكي عايزه تولعي في نفسك يا اما ترمي نفسك من البلكونه. فاحنا نهدي اعصابنا ونروق على حالنا، ويا اما نقول لها اطلعي بره يا مدام، يا اما نقول لها احنا عايزين ننام، وندور وشنا الناحيه التانية، عشان الاشكال دي ما ينفعش نسيب لها ودنا ولا نزعل اصلا على كلامهم ده فاضي وفارغ. ونيجي بقى للخرافه التانية، وهي بعد ما الست تروح بعد الولاده تقوم فاصله نفسها عن جوزها، هو ينام في اوضه وهي تنام في اوضه. طب ليه يا حبيبتي، هو انتي مخلفه لوحدك؟ كفايه اصلا الخوف من المستقبل اللي انتي بتبقي عايشه فيه بسبب ان في كائن جديد دخل حياتكم، تقوم انتي بقى تبعدي الكائن القديم وتخليه يسلت ايده كده من كل حاجه، ولا يحس بيكوا بالليل ولا يقوم حتى يطبطب عليكوا. ما فيهاش حاجه لو فضلتوا كلكم في اوضه واحده تدفوا بعض وتاخدوا بحس بعض، وكده كده الايام هتجري والولاد بتكبر بسرعه وهم اللي مش بيبقوا عايزين يناموا جنبكوا خلاص. تالت خرافه بقى هي التفرقه بين خلفه البنات وخلفه الولاد، وان احنا نجيب اللوم كله على الام. يعني حاجه زي كده مش عارفه، يعني الام مالها؟ على فكره الاتنين نعمه من عند ربنا، فاحنا ليه نتبسط بالولد والبنت لا؟ ليه نقول ان الولد سند وهو اللي هيشيل اسم باباه ومش عايزين غيره، والبنت لا؟ طب ما هي البنت دي اذكى الاذكياء هي اللي هتجيب لك الولد لما تكبر. وعلى فكره يعني هي لو بقت كلها ولاد احنا كلنا هنروح في داهيه. ورابع خرافه بقى، واحده حماتها كل ما تشوفها تقول لها ده انا ربيت 7 عيال وعمري ما اشتكيت، انتوا جيل خرع. يا طنط يا قادره، انا عايزه اقولك ان الزمن اتغير، والام زمان كان معاها جيش يساعدها، لكن دلوقتي لا، الام بقت بطولها بدون اي دعم. حتى الاب بقى بيشتغل كذا شغل عشان بس يكفي ويوفي المصاريف، وما بقاش ليه تواجد تقريبا في البيت. فحقيقي حتى لو طفل واحد بس بيكون مرهق جدا على الام. خامس خرافه بقى هي تعرض ولادك لحاجه مش صحيه، ومش صح ابدا ان انتي تقبليها، بس انتي مش بترضي تتكلمي عشان العيب والقمص. زي مثلا بوس البيبي اللي لسه مولود، انا عايزه اعرف ايه الحنيه اللي بتخرج منكم دي، وكمان مش عايزين تبوسوه غير في بقه. يعني اتقوا الله، كفايه امراض، ده كائن ضعيف جدا وما عندوش اي مناعه. ما سمعتوش عن الهربس ولا الامراض المناعيه اللي بتيجي للاطفال بسبب بوسه منكم، وممكن اصلا تعرض حياتهم للخطر ويتوفوا. كمان لما حد يعرض ابنك او بنتك للاهانه او التنمر، اوعي تجامليه ابدا على حساب ولادك، عشان ده لازم يقف عند حده، وكمان ما يعملش كده تاني. سادس واخر خرافه بقى هي ان الام لازم تبقى سوبر وومن. يعني عشان تبقى ام بجد لازم تاخد كاس بطل الابطال، تصحى قبل العيال وتنام بعد العيال، او ما تنامش اصلا مش مشكله، ما تشربش قهوه، ما تقعدش مع نفسها شويه، ما تسرحش بخيالها، لازم بيتها يبقى نظيف، شكلها حلو، ريحتها حلوه، عامله اكل لذيذ، غسلها متطبق، تغسل على ايديها هدوم العيال علشان اللي حواليها كانوا بيعملوا كده. من الاخر يعني لازم تفضلي تجري طول النهار حوالين نفسك عشان تبقي الست التمام. فانا عايزه اقولك اعملي اللي انت عايزاه طالما انت مش ضاره حد وماشيه بيتك كويس. وبالنسبه للناس اللي بتفضل تخبب وتقول ده بيت بقى مش نظيف، دي ست شايفه نفسها، دي ست مصاريفها كتير، وتوقع الست وجوزها في بعض، فجهنم وبئس المصير ان شاء الله. وفي الاخر انا عايزه اقول لكم كفايه بقى معايير فارغه، ودينا عرفنا ان مش كل اللي بيتقال للام بيبقى صح، ولازم نبقى عارفين ان كل واحده ادرى ببيتها وبنفسها وبعيلتها الصغير. ومن هنا للحلقه الجايه حاولي تحافظي كده على هدوءك وحكمتك، وافتكري دايما ان في ناس مكان كلامهم الزباله وبس.